السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوش للأكلات التونسية. اليوم باش نعملوا مع بعضنا فلفل أخضر محشي. يجي بنين على الآخر. نجربوها مع بعضنا ونشوفوا الطريقة. ومرحبا بكم في قناتي، وكان عجبتكم الطريقة أبوني للقناة وجيم واكسبلور باش نعودوا نعملوا مع بعضنا أكلات تونسية وبنينة أخرى. خذيت اللحم مفروم، رطيل اللحم مفروم. باش نفوحوا نحط له شويه ثوم، شويه كركم، شويه فلفل احمر وشويه ملح كالعاده، ونقصوا بصله صغيره. وباش نقليو هكا اللحم مفروم باش نطيبوه. نعملوش برشا زيت بحكم يعني اللحم هو بطبيعته باش يعمل الزيت. نحطو كالمقله ونحطو كالبصله ونحطوا فوق منها كالحم مفروم والفحات، ونبقاو نقليو فيهم ونحركوا ونحلوه باش يتحل بشويه بشويه. لين حسيلو يطيب. على الاخر يتبدل لونه كيف بشويه هكاكا او كبدا يتبدل لونه. هو ديجا يطيب في ساعه ما يبتاش. نبقاو اما ديما تبقى تحرك باش ما يتلمدش الكل في جهه واحده ويولي مع بعضه. باش نعملوا للفلفل هذا الصوص متاعو اللي هو قصة كعبات طماطم خضراء. باش نفوحوها بنفس الفحات، شوية فلفل احمر، شوية تابل، شوية كركم كالعادة، ونمرقوها شوية ونخلوها تطيب. لاني حضرت الفلفل متاعي، نحيت له الراس، نحيت له الزريعة. هذا اللحم مفروم طاب صايي باش نكسروا فيها عظيمة باش يتلم. وانتي والكونتيتي كان عملت اكثر نزيد اكثر من عظمه، كان عملت كونتيتي صغيره كيف هكا تعمل عظمه جوست على باش من بعد كان الخليط ما يخرجش وما يتفتتش ويتلمد الكل مع بعضه في الفلفل الداخل. توا باش نحشيو الفلفل متاعنا، ممكن نختاروا مغيرفه هكايا نحشيو بها وندخلوا الخليط بالكدا حتى كش نوصل للوطه، او كان نحط حاجه صغيره ولا مغرفه هكا ندز بها باش يدخل لي ما يبقاش فارغ من اللوطه. نعبيو هكا الجرينات متاعنا الكل ساكا نحضروهم باللحم مفروم متاعنا هذا المفوح وكل شيء مريقل، اموره مريقله. وناقص تو من بعد كان باش نقليو الفلفل، نعبيوهم جرينات الفلفل الكل اللي نحصلوا يوصل هكا كيف بالطريقه هذية. نخرجوش برشا كونتيتي على الاخر خاطر بطبيعته باش يخرج شويه من بعد كي تقليو ويدز شويه لبرا. كملناهم. اليوم انا اخترت جرينات فلفل كبار خشين، تنجموا تعملوهم اجد من هكا راهو. انتي وشنو تحب؟ بحكم ما فماش فرينه مقطوعه هنايا وكاستعملت انا سميد، اما لازم يا فرينه يا سميد باش اللحم مفروم الخليط هذاك ما يخرجش من القرن الفلفل هكاكا. تغطسوا كيف من هكا عباره تسكروا بالفرينه. لو طون انا حطيت الزيت متاعي يسخن، سخنت الزيت متاعي تو باش نحطهم جرينات الفلفل هكا واقفين الساعه لين يتسكروا يتقليوا من غادي كنهي بالكدا. وبالطبيعه بعد ما نسخنوا الزيت لازمنا نقصوا في الغاز، نخليوه يطيب على نار هاديه باش ما يتحرقش الفلفل من برا ومن داخل يبقى ناي. باش يطيب على نار هاديه يطيب من داخل ومن برا ما يتحرقش زاده. لازمنا نقصوا في الغاز على الاخر. نطيبوهم نوقفوهم هكا الكلهم مع بعضهم لين حاسيلو ياخذوا غرضهم بالقدا بالقدا يطيبوا من غادي كنهي. من بعد نقلبوهم على جنب. هاكا شو توكي باش تقلبهم على جنب هكايا بالطريقه هذه مستحيلش يخرج لك منهم الخليط والا باش يتحلوا. وتو نراوهم من بعد كيفاش لين يبقاو لاخر لحظه ما يخرج منهم حتى شيء. وكا لهنا حضروا قرينات الفلفل خرجي منهم الخليط الجمله قاعدين مرتوبين محلاهم. تو نجيبوا كالصوص متاعنا طاب، خليوه لين يعقد شويه كيف من هكا، ونصبوه في صحن كبير ولا حاجة ونحطوا فيه هكا قرينات الفلفل. واللي ما يحبش زادا يستعمل صوص باش يعمل فلفل جوست باش يزين بيه حاجة أخرى، هذيك يعني كيما تحبوا انتم. كان باش تعملوا يعني هو بطبيعته فطور لازم معاه صوص، ونحطوا هكا قرينات الفلفل في الصوص متاعنا باش كل واحد كي باش تهز لأي واحد من العائلة قرين تهزله معاه شوية صوص أو كي ياكل مع بعضه. يلقاش يعني بشكل الفلفل شايح ما جاتش. ريحته طالعة الحق، يعني الريحة فايحة ما بنها تفوح ريحة الفلفل تخلطت مع اللحم مفروم مع الصوص مع الدنيا الكل.
البنة ظاهرة موجودة. هكا حاسيلو حضر الفلفل متاعنا صحة وبالشفاء ليكم. نحطوا هكا الطبيق المزيان. كان عجبتكم الطريقة ابوني للقناة وجين باش توصلكم احلى الفيديوهات. ومرحبا بكم في قناتي قناة المنوش. ملتقانا في فيديو اخر.